موضوعنا النهارده موضوع مهم وخطير، موضوع عمليه حاجز انفي غير ناجحه. تريكات الحاجز الانفي غير ناجحه، ازاي نوصل لان احنا نبعد عن عمليه حاجز انفي غير ناجحه. 3 حاجات. نمره 1، ان لو في عوجه في الحاجز الانفي جوه خالص لازم تتشخص صح، ولازم تتعمل صح بالمنظار. عشان كده المنظار مهم جدا، يكتشف لي الجزء الداخلي وبنعمله. تاني حاجة، لو ما اتعملش المنظار وإيد ماهرة 100% للحاجز الأنفي، التشريح بيعمل مشكلة، نعمل تهتك في النسيج يعمل لي ثقب في الحاجز الأنفي. تالت حاجة، لو ما اتحطتش الدعامة المظبوطة اللي بتقعد 10 أيام وأنا نايم كدكتور مطمن على الحاجز الأنفي بتاعي، بيحصل التصاقات، وخاصة إذا كنا عاملين تصغير للغضروف اللي بيلتصق مع جزء من الحاجز الأنفي ويفشل لي عمليتي وندخل في مشاكل كبيرة جدا. عشان كده عملية حاجز أنف غير ناجحة هي ال3 حاجات. تحياتي ودعواتي، دكتور هشام إبراهيم.